نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا وحديثنا في الفقرة دي هيكون على حماية الآثار المصرية واستردادها، وخاصة أنه مؤخرا قرينا أنه تم القبض على مواطنين بيحاولوا أن هم يبيعوا مجموعة من الآثار، وكان الكلام ده في أبو النمرس. تفاصيل أكتر على حماية الآثار المصرية مع كاتب المصريات وعالم المصريات الأستاذ بسام الشماع. أهلا بحضرتك يا فندم ويسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا. يسعد صباحك. يسعد صباحك. هو بس احنا كنا بنتكلم عن العدد، القطع اللي لقوها مع الناس، مش القطع يعني مش ان هم لقوا ناس معاها، لا العدد 1000 و2000 وحاجات كده قطع. ازاي واحد يقدر يجمع 2000 قطعه؟ يعني الحادثه الشهيره اللي من كام يوم اللي طلعتنا بيها الصحافه ان في ابو النمرس، وبعديها القصه بتاعت ال2000 وقطعه. يعني ازاي بني ادم حاطط عنده متحف في مزرعه يعني. بالظبط، يعني كده متحف لسه بتاعه. كنا بنقول ان العدد ده اكتر من عدد التماثيل والقطع والاشياء الاثريه اللي كانت موجوده مثلا في متحف ملاوي اللي تم نهبه وتم استرجاع عدد كبير من القطع المنهوبه. الاشكاليه عندك في 3 حاجات. يعني نمره واحد، انت لازم، انا عارف ان قانون مغلظ، يعني انا عارف ان في حصل تغليظ لقانون سرقه الاثار او حتى حاجه اسمها التنقيب خلسه، اللي هي انت مالكش حق ان انت تنقب علشان الناس اللي بتحفر دي عشان تلاقي الاثار. بالظبط كده. هو في ناس بتبقى شغاله في الارض بتاعتها مثلا فبتلاقي اثر ده بالصدفه. وده حصل كتير وبيحصل كتير جدا، ان انت اتفقنا قبل كده في حلقات اخرى ان انت بلد فوق بلد. يعني مصر دي بلد فوق بلد، وفي بعض الاماكن زي مثلا اسكندريه مثلا عندكم الدكه مثلا تلاقي بلد فوق بلد فوق بلد فوق بلد. يعني الاكتشاف الاخير اللي كان في اسكندريه كان ايه؟ شوفي اسكندريه، اسكندريه الطبقات التاريخيه بتاعتها تحفه، لان انت بتلاقي مثلا ممكن تلاقي مثلا مصر قديم، حتى ان في بعض العلماء بيقولوا ان الاسكندريه كانت موجوده في مصر قديمه، لان انت عارف الاسكندريه الاسكندر وما بعدها، حتى ان المفاجاه التاريخيه ان الاسكندر الاكبر المقدوني الثالث ده، الاسكندر الثالث ده لم يرى الاسكندريه. يعني شوفي بقى هذا الحلم اللي حلمه هذا الشاب الغازي الجريء الطموح، مات 32 سنه وما شافش اسكندريه. خطط لها مع دينقراطس المهندس بتاعه، وعملوا التخطيط بتاع الشوارع وكده، لكن ما شافهاش كامله. لكن اسكندريه ذات نفسها لقوا فيها حاجات، وقيل ان كان هناك معابد لاوزوريس. والمهم ان احنا بعد كده دخلنا بعد كده على البطالمه، اليونان، الرومان، طبعا بيبقى فيه الاقباط المسيحيين، الاسلام لما دخل حط برضه الاثار بتاعته. فانت طول ما انت في اسكندريه عماله تلاقي في اكتشافات. اسكندريه ايضا تعوم فوق عدد من السيسترنز او عدد من هذه الخزانات للمياه. يعني في كتير قوي تسمعي هبوط الارض مش عارف في الحته الفلانيه، هبوط الارض في شارع كذا، ده لان بيبقى تحتها في فراغ كبير، لان هذه الصهاريج لو تحبي بتاعه المياه كانت موجوده بشكل كبير جدا. لكن العظمه بتاعه هذا الموضوع بتاع ان انت لما بتيجي بالصدفه كده بتلاقي اثر، فانت لازم تثقف الاول. يعني انا بجد ضد حكايه ان انت تعاقب من غير ما تثقف. يعني ثقف الاول، قول للناس كلها ان الحاجه اللي انت بتلاقيها ديت انا فاهم كويس قوي ان هو عارف قيمتها. يعني معروف ان قيمتها عاليه وكذا وكذا وكذا، لكن حضرتك لما بتيجي تبيعها بقى، ودي بقى الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للناس كلها، اللي بيشتريها ده سمسار، ده مش هيشتريها علشان يحطها في البيت عنده في مصر او يحطها في الفيلا عنده في مصر عشان يتباهى بيها الا في مناظر يعني. لكن دي بتطلع بره بياخدها واحد تاني، وفي الاخر خالص بتوصل لناس احنا عارفينهم كويس جدا عايزين يسرقوا حضارتك وعايزين يحطوا التاتش بتاعه هو على حضارتنا. من ليس له حضاره بيصنع لنفسه حضاره. في ناس بقى من ليس له حضاره بيسرق حضاره، وده اللي بيحصل دلوقتي في الاثار المصريه، ان هو هياخد هذه الاثار ويبدا يطلع لك ان الاثار ديت انا كنت موجود في مصر اياميها، زي اليهود ما قالوا بالظبط كده. زي هيقول لك انا في ايام بني اسرائيل، والقصه بتاعت واحنا اللي بنينا الاهرامات والكلام ده كله، ولن يكلوا ولن يملوا. وعلى الكنبه دي انا قلت لكم ايام خوفو لما الراجل الالماني دخل وقعد ياخد في عينات من الغرف بتاعه خوفو، واكتشفنا بعد كده طبقا للجرائد الرسميه ان الراجل بيخش من 2006 ل 2013. الراجل بيعيث فسادا، بياخد عينات صغنونه، ما بياخدش الحاجات الكبيره، لكن ما خفي كان اعظم. الراجل ده اتأسف ومش اتأسف وحاجات زي كده وبتاع. طب فين العقاب؟ فين العقاب لهذا الرجل الألماني؟ لماذا لم تتحرك الحكومة الألمانية؟ أين السفير الألماني؟ فاحنا بنطالب، ودي ناس بتحب الآثار، يعني ألمانيا دي بلد بتحب الآثار المصرية. واحنا مش هنتكلم على راس نفرتيتي اللي احنا عايزين نرجعها ومش عارف ايه وبتاع، لان احنا دائما طالبين منه ده. فنمرة واحد انت لازم تثقف الناس بان هذا الاثر سوف يذهب الى الكيان الصهيوني وهيتحط في متحف هناك. وانا شخصيا في ديسمبر اللي فات كنت في متحف اسرائيل في مغامرة ليا، وشفت اثارنا بعيني وصورتها.
يوم 5 بسام 6 ديسمبر 6 ديسمبر 7 عشان نبقى مظبوطين. 7 ديسمبر انا الصبح كنت في متحف الكيان الصهيوني المسمى بمتحف اسرائيل، وبه اعداد من الاثار المصريه لن تتخيلوها. لان انا لما دخلت قلت لهم كده، قلت لهم انا ما عنديش وقت وعايز اشوف عندكم اثار مصريه كده على طول، اللي هو راح تشتري فاهم، راح عندكم اثار مصريه النهارده ولا كده؟ فقلت لهم عندكم اثار مصريه؟ طيب اتفضل. ومجانا بيصطحبوك داخل المتحف ويشرحوا لك وحاجات زي كده كلها بالتذكره اللي انت قطعتها. للاسف الشديد لما جيت اطلب الخريطه بقى، فبقول لها الخريطه ان انجلش بالانجليزي، فببص بعمل بعيني كده لقيت الخرايط بالعربي، خرايط المتحف جوه معموله بالعربي بس مش متاخد منها، بتاعت الانجليزي قد كده وبتاعت العربي قد كده. فالست انبهرت وراحت مصرخه، صرخت انا فاكر يومها، قال راحت عامله كده اهو. فقلت لها ايه؟ قالت لي احنا بقالنا زمان ما حدش طلب مننا الخريطه باللغه العربيه. وده معناه ان حكايه ان انت بقى ايه، الناس ناسيه، لان انت طول ما انت مش عارف عن ده فانت ناسي ده، فبالتالي هو يعمل اللي هو عايزه بقى ويحط تاريخ بقى على كل حاجه. فسالت جوه بقى الاثار دي يعني، قالت لي دي هديه من اصدقائنا اللي مش عارفه ايه، وغالبا بيبقى صديق امريكي، هديه من الصديق الامريكي. والاثار اللي جوه القطه، تمثال القطه الشهير اللي هي بسطت بالهيروغليفي، اللي هي جايه من المعبد بتاعها بتاع تل بسطه ومعابد اخرى. لقيت الابي منجل، وده هذا الطائر اللي انتم بتشوفوه تملي في مصر القديمه، اللي هو المنقار بتاعه معقوف كده شويه، والطائر ده طلع منه هدايا كتير جدا، هدايا من رؤساء، يعني الرئيس السادات رحمه الله عليه على حسب كلام الاستاذ اشرف عشمان المستشار القانوني بتاع هيئه الاثار في كتابه سرقات مشروعه، جايب بالتواريخ وبالدوكيومنتس وكده ان هناك 10 تماثيل لابي منجل اخرجها السادات كهدايا الرؤساء، وذاكر اسماء الرؤساء اللي طلعت فيهم الهدايا. يعني ليس من حقك يا اخي ان انت تهدي هذه الاثار، ليست ملكك، لا رئيس جمهوريه ولا يعني من اكبر واحد لاصغر واحد في البلد سنا ومقاما يا سيدي. مش من حقك ان انت تتصرف في حاجه زي كده، لان انت بتدي هديه من ايه؟ يعني انت حضرتك لما بتيجي تدي هديه بتيجي تاخد مني انا الصالون وبتديه لاخوك هديه؟ مش من حقك، ما تجيش. فتيجي تقول طيب والعالم فين؟ اقول لك بصراحه علشان احنا متعودين الشفافيه هنا، انا بقول لك العالم في حاله نفاق وحاله كذب. هتقول لي طب وقانون يونسكو؟ اقول لك قانون يونسكو في حته ماده مش هتصدقوها يا ساده يا مسؤولين يا مصريين، لن تصدقوا ماده 4 اللي انا بقى طالب. ويا ريت تسجيل الدستور والقوانين الجديده حطوا لي لو تسمحوا تسجيل كده اضافه على حكايه ملاحقه، يعني ايه حمايه التراث الحضاري موجود اوكي، وحمايه لا اعمل لي بقى تسجيل لي في القانون، او لو تقدر تؤاد الماده او تضيفها، تقول ايه بقى؟ تقول وملاحقه سارقي الاثار في المعتركات الدوليه والمحاكم الدوليه. يعني تروح لمحكمه لاهاي كده وتروح قايل لها، تقول لها لو تسمح انا عايز تفايل كده قضيه، كنت عايز اعمل ملف القضيه ان المتحف الفلاني واخد مني الحاجات اللي دي كلها. عارف حضرتك بقى لما انت تطلع تقول لهم بقى هاتوا بقى الحاجات دي، يقول لك ايه؟ اولا المفاجاه نمره 1، الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل لا يجرم بيع الاثار. ومعايا صور اجيبها لكم المره الجايه لمحلات في شوارع القدس المحتله ديسمبر اللي فات 2013 بتبيع الاثار في الفاترين. دي اصليه بيدوك معاها شهاده اوثنتيسيتي، اثار مصريه. نعم يا فندم. ومنها طائر ابي منجل المحبوب تملي محبوب عند سريق الاثار ليه بقى محبوب؟ طيب الطائر ده هو شكله يعني هو شكله فعلا كيوت، يعني ممكن تقولي عليه كده يعني، ولا هو حتى اللي مش عارف قوي في التاريخ او كده بتبقى حاجه جميله تحطيها عندك في البيت باحجام مختلفه، واحجامه كده دائما وابدا بيبقى كده، فده الحجم الحلو اللي ممكن يتشال في اي بتاع ويجري في اي حته. ثالثا هذا هو رب الحكمه في الاسطوره المصريه القديمه، ورب الكتابه ورب العلم ورب البحث العلمي الاسطوري، فبرضه ليه يعني ايه باك جراوند او ليه خلفيه حلوه. وايضا هو الذي علم الطب بالنسبه للمؤرخين القدامى، لان من المعروف ان كان هذا الطائر عندما يعاني، هو الطائر ده كان موجود على نهر النيل بس تم تحنيط الاف والاف والاف منه في مصر القديمه، ولقوا المحنطات بتاعته على فكره في تونة الجبل، منطقه في منتهى العظمه تاريخيا في محافظه المنيا العظيمه. فهذا الطائر دلوقتي تلاقيه في جنينه الحيوانات في الجيزه، لو هتروحي تشوفيه هتروحي تشوفيه في جنينه الحيوانات. العالم اتجنن من هذا الطائر، لان هذا الطائر في مصر القديمه عندما كان يصاب باي تلبك معه او اي مشكله معويه كان يملا منقاره بالمياه، ثم يصل بمنقاره الى قاعدته ويضخ المياه من قاعدته عشان ينظف معدته
ودي نفس الفكره اللي اخذها البني ادم بعد كده وتعلم الحقنه الشرجيه اللي كانت موجوده لغايه قريب جدا في بيوت اطباء، كانت بتبقى مهمه وبتبقى موجوده في بيوت الدكتور في الحمام كده.